ويلكم باك. هتكلم عن ازاي حبيت لعبة الطفولة ماينكرافت وحبيتها فأول حاجة لا تنساش اللايك والاشتراك عشان تنضم من قبيلة الساعة اللي معانا، ويلا بينا على الفيديو. مبدئيا أنا واحد من طفولتي بحب الجيمز أو بالألعاب بمعنى صح. فأكتر موقع كنت بحب ألعب عليه وهو موقع الفلاش. أو الناس ما تعرفش يعني فلاش، اللي هو كان موقع ألعاب كده للكمبيوتر وكان بيشتغل بنت. الكلام ده في زمان يعني قبل 2020 يعني. فالموقع ده أكتر موقع قضيت عليه ذكريات حرفيا من أولى ابتدائي لحد السنة 6 ابتدائي. المهم، وأنا كنت بقلب في اليوتيوب في 2016، فشفت فيديو كده واحد اسمه مصطفى جيم اوفر، وكنت كل عشاق ماينكرافت العرب يعني يعرف الراجل ده. المهم، وكان اسم الفيديو كريزي كرافت، اسم الفيديو هبينلكم على الشاشة عشان تعرفوه. المهم، بعد ما دخلت على الفيديو من هنا ولقيت نفسي بدخل على الفيديو التاني والتالت والرابع. المهم اني قلبت القناة كلها وما خليتش فيها حاجة حرفيا، وعرفت اسم اللعبة كان اسم اللي اسمها كان ماينكرافت ساعتها، وما عرفت اسمها طلعت على جوجل وابحث عنها وكنت عايز انزلها بالطريقة. المهم ان ماينكرافت اصلا لعبة فلوس وما كانش مجانية. ف... فعرفت ان في اسمه لانشر، اسمه تي لانشر، ده كان مشهور برضه، حد وقت برضه مشهور. فالمهم التي لانشر ده كان بيشتغل على أجهزة اللي هي 4 جيجا رام ومعالج قوي أو حلو كده، لكن أنا ما كانش عندي إمكانيات ساعتها. كان جهاز 1 جيجا رام وويندوز 7 حرفيا، ومعالج ما يعلم به إلا ربنا. ف المهم، فكنتش عارف أشغل اللعبة ساعتها، كل ما أنزل اللانشر تطلع مشاكل بالهبل. لا الاقي مشاكل من الويندوز، لا الاقي مشاكل مش عارف من ايه و اي جهاز يكرش. فانا كنت فاكر المشاكل دي بسبب اني لعب بفلوس يعني، وانا ما اشتريتهاش. يخرب بيت الغباء، لاني كان نفسي العب ماينكرافت. فاخدت بعد كده فترات زي من 2019 ل 2020 انك تلعب مستر كرافت. وفي 2020 شفت واحد كان بيتكلم عن ازاي تنزل ماينكرافت، اللي هي ماينكرافت مجاني يعني وزي كده. طبعا عن بعض، بس الكلام ده كان على الموبايل يعني مش على الكمبيوتر. فنزلت زي كده، وحين ساعتها كانت بتلمع من كتر الفرح، ما كنتش مصدق ساعتها. ما كنت بلعب ماستر كرافت، اللي هي اللعبة اللي كانت شبه ماينكرافت، لكن ساعتها نزلت ماينكرافت وكانت أكرهت فتحت قناة في 2022، لكن راحت للأسف يعني. وبعد كده رحت عملت القناة اللي هي في 2025 واللي أنا بكلمك منها. وبس كده، هي كانت القصة بتاعت حكاية ماينكرافت. فبس يعني لو معاكم افكار اكتبولي تحت، عشان انا حرفيا مفيش افكار خالص في دماغي اعملها. بس كده، يلا سلام.